السلام عليكم. رسالتي لمحمد ناصر وقناة الجزيرة وكل الناس اللي شغالين في قناة الجزيرة، أنا نفسي أعرف أنتوا ضد الشعب ولا أنتوا ضد مصر ولا أنتوا ضد الحكومة ولا أنتوا ضد مين بالظبط؟ يعني أنا لما اتكلمت في موضوع البنوك أنا بتكلم في حاجة معينة، اللي أنا بعت فلوس بالدولار فعايز استلمها بالدولار لأمور شخصية. يعني قال عليا مبلغ فلوس لازم أدفعه بالدولار، عشان في ناس كانت بتقول لي أنت تصرف الفلوس بالدولار فين؟ يعني أنا عليا مبلغ فلازم أدفعه بالدولار. حاجة تانية يا محمد يا ناصر، لما تحب تنزل لي فيديو نزل فيديو كامل، يعني ما تنزلش الكام كلمة اللي انت عايزهم بس، يعني خلي عندك مصداقية في الكلام اللي انت بتقوله وبالحاجة اللي انت بتعرضها للناس. يعني انا كانت حاصلة مشكلة مع البنك والحمد لله كان حصل سوء تفاهم واتحلت المشكلة وإدارة البنك تواصلت معايا واستلمت الفلوس بالدولار. يا محمد يا ناصر انت ومعتز مطر وقناة الجزيرة استلمت الفلوس بالدولار، وبقول لكم ان انا استلمت الفلوس بالدولار. سامعني؟ استلمت الفلوس بالدولار، يعني المشكلة اتحلت والحمد لله. يعني فخلي عندكم يعني احترام للمهنه اللي انتوا شغالين فيها. وحاجه تانية رساله لاي واحد من اي جنسيه عربيه محتاج يعمل فتره سياحه، فانا بقول لك انزل اعمل سياحه في مصر في الفتره الاخيره دي. هتعرف تعيش فتره كويسه جدا ورخيصه جدا، وهتروح الاهرامات وروح الاقصر وروح اماكن كتيره عندنا في مصر تستاهل ان انت تروح تزورها. ممكن ما تعرفش تزورها في وقت تاني عشان خاطر تكون الظروف بالنسبه لك صعبه. الفتره دي من اهم الفترات اللي انت تعرف تعمل فيها فتره سياحه، هتكون في مصر مش في تركيا ولا في اي مكان تاني. في مصر الايام دي هتعمل فتره سياحه كويسه جدا وفلوس قليله جدا، فانزلوا ادعموا بلدكم التانيه مصر. انا عارف ان كلكم كدول عربيه بتحبونا وبتحبوا مصر وبتحبوا تدعموا مصر، فهي في الوقت ده مصر محتاجاكم محتاجه دعمكم من ناحيه السياحه. انزلوا عيشوا فتره كويسه في مصر وادعموا السياحه المصريه. ومحمد يا ناصر خلي عندك مصداقيه شويه في الكلام، ولما تكون بتحب مصر اعمل فيديو زي كده ويعني ادعم السياحه المصريه. ما تدعمش حاجات معينه انت عايز تدعمها يعني، او حاجه معينه انت عايز توصلها. ادعم السياحه المصريه في فيديو صغير كده لما تكون انسان عايزني انا اقتنع بكلامك اللي انت بتحب مصر. اشوفكم على خير، السلام عليكم.